انا هنزل الكرش فهلعب رياضه. هو اول تمرين ينام اسبوعين. الاذكار اسهل شيء على الاطلاق الذكر. ليه؟ ثم حفت الجنه بالمكاره. لو حد فيكم شاف رضيع لما بيجوع بيعمل ايه؟ بيبكي. عايز يعمل حمام اعزكم الله عيط. طيب عمل حمام بيعيط. طب عايز ينام صحي من النوم يا ابني ما تهبط بقى. الناس دائما الانسان كائن ممل. يعني كائن ممل يعني لا يمل من تكرار اشياء نفس الاخطاء نفس فلو احنا كتبنا بقى قائمه ايه اللي احنا بنعمله، ايه الفخ اللي احنا بنعمله كل رمضان، هتلاقي حاجات متشابهه كتير جدا. خلاص من ابتداء مثلا فكره واحد عدم التدرج. يعني ايه عدم التدرج؟ يعني مثال الانسان مثلا لما بيجي ده خاص يمكن احيانا بالشباب واحيانا البنات بتقع فيه بس يعني الشباب اكتر. لما يجي يقرر انا هنزل الكرش فهلعب رياضه هعمل فتنس. خلاص هو اول تمرين ينام اسبوعين. ايه السبب؟ فهو عايز ينتقل من شيء بس بدون السلم التدريجي بتاعه الطبيعي. فمثال واحد في العبادات الناس بتتصور ان هي مجهود بدني يعني ايه؟ طاقه لياقه صبر يبقى ان شاء الله هنصلي. لا الصبر كل العبادات طاقه روحيه. يعني ايه؟ ممكن تلاقي واحد كبير جدا في السن 80 سنه وانت جنب اللهم صل على النبي باب وهو الراجل واقف. يعني انا ادركت الناس في القديم يمكن وانا صغير شويه والله ولا مش صغير ولا لغايه ما دخلت جامعه يعني كانوا بيصلوا عندنا مثلا في البلد في الصعيد يعني التراويح 36 ركعه. خلاص ما اعرفش ده كانوا مالكيه مولانا ولا ايه، لكن المالكيه اظن في ناس 20 وكانوا متهاونين. يعني بتوع 36 بيبصوا لبتوع ال20 ان هم ايه اللي هو المسجد اللي بيخلص خفيف اللي هو المتفلت ابو 20 ده. خلاص ما كانش فيه 8 يعني كان انا ادركت في الموضوع ال 36 ده كان موجود. احنا كنا في الجامعه والجامعه يعني احنا لسه في اول سنين في الجامعه فلسه طالعين من سنه ومفيش كرش مفيش اللي بيدخن لسه ما حدش دخن يعني فيش العوامل المفسده للصحه لسه ما حصلتش. الراجل واقف اللهم صل على النبي 70 سنه 80 سنه ولياقته كويسه. فالعباده طاقه روحيه مش طاقه بدنيه. فده احنا الحقيقه دي كل سنه بندركها بس بالايه بتنسى بسبب ان الانسان كائن ممل. بمعنى ان هو ايه اول ما بنبدا عباده بعد كده يقول لك ايه لا الموضوع طلع فيه حاجه غلط. يعني انت عايز تقرا قران فيقول لك ايه انا هقرا جزء في اليوم او هقرا 3 حاجه هو مش معتاد يعملها طول السنه بهذه الرتابه. فبيتصور ان قراءه القران مجرد انه يظبط ستوب ووتش وربع ساعه قرايه. لا انت بتقرا كلام الله عز وجل. فالقلب اصلا ما بيتحملش الا بقدر الطاعه. يعني واحد يقول لك طب انا هقف اصلي ما انا لياقتي كويسه. لا ده هي احساس من جوه انت بتمل بسبب ان انت مش قادر تتحمل حاجه مش قادر تعملها. هو المحل مش قابل لده. نفس الحكايه الاذكار اسهل شيء على الاطلاق الذكر. ليه؟ مش هتقوم ومش هتنقطع عن الاكل ومش هتعمل اي حاجه. طيب تقدر تقعد تقول الاذكار البسيطه اي ذكر من الاذكار السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي مقدارها في الاخره بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلوه فضل صعب جدا عن النفس الانسانيه. يعني ايه؟ اقعد كده قول اذكار الصباح او المساء في اي لو انت هتجمعهم. يعني احنا احيانا بنعمل ان احنا بنجمع كل الاحاديث الوارده. هو النبي ما قعدش كل مره عمل ده كله. ده احنا متجمع لنا في الكتب عشان يقول لك كل الاذكار الوارده في الباب بسبب ان هذه التجميعه مجمعه في كتب السنه تحت عنوان الاذكار عمل اليوم والليله حاجات زي كده. فاحنا بنقول ده كله في اقصى تقدير كام دقيقه؟ ده تلت ساعه لما تكون عملت ايه؟ لما تكون وحش. يعني ايه؟ يعني قلت كل حاجه باعلى درجه كل حاجه وفي الاخر يطلعوا تلت ساعه. ده كتير جدا. لو انت خدت صوره يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مره. ايه بقى؟ جاء يوم القيامه ده احسن حاجه. مفيش ذكر احسن الا ان يزيد. يعني لو واحد قال 105 بقى احسن من 100 بس ده 100 ده ايه؟ ده حاجه ممتازه. وحين يمسي في حاجه احسن من كده يا مولانا؟ هو النبي قال لك ده حاجه ممتازه جدا. طب انا مش عايز وساوس الشيطان. احنا عايزين ناخد الشيطان وده اختبار في رمضان برضو كل سنه بنقع فيه. واحد يقول لك ايه رمضان فرصه عشان الشياطين بتقيد. لا يا مولانا ده اصلا ده ليه يعني ده مرضة الشياطين. تاني حاجه وانت في اذكار اليوم والليله في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال 100 مره لا برضه هيمنع من وساوس الشيطان حين يمسي. امال العفاريت امال اللي انا بعمله ده مين؟ ده انت يا حضرتك. انا احب اعرفك يعني ده جواك. يعني انا في رمضان لما انا بقى يعني مين اللي بيعمل؟ انت. يعني انا لما قلت الاذكار فكده اضعف شيء الانسان بيقابله وساوس الشيطان. لان رب العزه وصف في القران ان هو ايه؟ وكان كيد الشيطان ضعيف. يعني ضعيف يعني ضعيف يعني مش حاجه. فانت تقول اذكار مش هتقعد مع مين بقى؟ تقابل الوحش اللي هو مين؟ فضلك.
فضيلتك اللي هو مين؟ اللي هو المنافذ بتاعه المعصيه الطبيعيه بتاعتنا، الاكل والشرب والنوم وحب الكلام، يعني الحاجات الاساسيه. فده اللي احنا بنقع فيه في كل سنه. فواحد لو احنا عايزين ناخد كده شويه افكار واحد، ان انت تعمل جهد بسيط جدا في نظرك وفي نظر الناس مستدام عشان ما يحصلكش شد عضلي روحاني، احسن لك بكتير جدا ما تقعد يومين كويس وتتمزق لاخر الشهر. عارف اللعيب اللي هو بيبقى راجع من اصابه، او لو نزل الماتش لعب عمل سبرنت، ايه اللي بيحصل؟ 3 سنين علاج. كان في لعيب مصري قعد 3 سنين يتعالج، طول ما ينزل يتعور. في واحد كده كان مبلي يعني احنا بنعمل كده في رمضان، اول 3 تلاقيه عامل احماءات قبل رمضان، انت تسخن على الجنب، بعد كده تنزل اول 3 ايام. هو رمضان العيد امتى؟ ليه؟ انت مش واخد على ده، مش واخد على ده، لان انت بتجرب كل حاجه مع بعض، انت بتنقطع عن الاكل بشكل دوري وده صعب وبتدخل على الروح العباده، الطاعه صعب عليها، صعبه. ده بشهاده يعني صاحب الخلق، حديث جبريل ان الله عز وجل لما خلق الجنه وخلق النار امر سيدنا جبريل فاطلع على الجنه فقال والله ما يسمع بها احد من عبادك الا ودخلها. الجنه اذا حد اتوصفت له، لا احنا عايزين من ده. والنار فقال لا، عكس العبار، اي حد يسمع بالنار لا خلاص يعمل كل شيء لا يدخله هذه النار. ثم حفت الجنه بالمكاره. العبادات اصلا ثقيله جدا، فعايزه استعداد. احنا ما بنستعدش استعداد الطبيعي بتاعها، فايه؟ قراءة قرآن مع أذكار مع تقليل من المعاصي مع بتاع. والنفس البشرية لو احنا جردونا من الهيكل زي ما الشيخ كان بيتكلم كده، احنا في الأصل من جوه عيال صغيرة. عيال صغيرة يعني ايه؟ يعني انت بتبقى قاعد زي العيل الصغير، بس الفرق بينك وبين العيل الصغير ان انت بتقوم تلبي رغباتك. يعني العيل الصغير لو حد فيكم شاف رضيع لما بيجوع بيعمل ايه؟ بيبكي. عايز يعمل حمام اعزكم الله، عيط. طيب عمل حمام بيعيط. طب عايز ينام، صحي من النوم، يا ابني ما تهبط بقى يعني يقف. ايه؟ احنا بالظبط كده. انت تبقى تلاقيك قاعد بدل ما بتعيط تعمل ايه؟ وقت الطعام عايز تروح تاكل، بعد كده ننام بقى خلاص، بعد كده نرفع عن نفسنا. الحياه هتبقى خشنه جدا لو فضلنا كده نرفع خلاص. بعد شويه طب اكلم زمايلي، الانسان كائن اجتماعي خلاص، وبعد كده نريح بعد كده نتقوى على الطاعه. يعني انت ايه شغال؟ هو العيل بتاع، بس المره دي الفرق بينك وبينه ايه؟ ايه الفرق بينك وبين اخوك اللي سنه 4 سنين؟ ان هو لما بيبقى انا عايز شوكولاته، انت بتعمل ايه؟ تنزل تجيب شوكولاته وتفتحها وتاكلها له، ما بتبكيش لحد خلاص. احنا كده برضو لما بنزود من الالتزام على نفسنا مره واحده، فانت بتقول ايه؟ لا طب ممكن ترجعه شعبان تاني يعني اللي هو ايه؟ لا انا مش متعود على كده فعلا خلاص. فده واحد حاجه تنبهوا ليها من دلوقتي خلاص، فكره التدرج وعدم الهجوم على العبادات. واحد يقول لك اهو الشيخ قال كده، اكتب يا ابني عدم الهجوم على العبادات يعني ايه؟ بالراحه كده، ايتين في اليوم، اللي هو لا انا بقول لك عدم الهجوم يعني ايه؟ مش يعني كده ما بطل خالص، لا بس انا بقول لكم لا تهجير اي حاجه من اللي احنا بنقولها ما تحاولش تقراها في يوم ولا يومين ولا اسبوع، خليها كل يوم 10 دقائق وقف كملش. ليه؟ لان العباده عايزه طاقه روحيه مش علميه، والا كان رب العزه اكتفى بانزال القران جمله على النبي على قلب محمد. هو نزله على ايه؟ منجم، يعني اجزاء حتى يتفكر فيه ويتدبر ويتحمل. يعني كلام الله عز وجل عزيز وثقيل.